معي ناصر من الكويت، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول، تقولون أن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله معصوم فقط في التبليغ، كيف لنا أن نميز فعل النبي وأمره وتقريره إذ كان في التبليغ أو خارج مجال التبليغ؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله كل أفعاله وأقواله حجة، فليس هنالك تمييزا أو تقسيما مثل هذا الذي قسمتموه أو فصلتموه في التبليغ وخارج نطاق التبليغ. فرسول الله يفعل أفعالا ويقول أقوالا، ولا يقول لنا هذا تبليغ من الله وهذا تبليغ ليس من الله. عايزين طيب، هو بس في سؤال مهم نرد عليه، عشان في واحد قرآني دخل كده وبعدين قال لك ان انتوا بتقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام معصوم في الامور التشريعيه ومش معصوم في غير ده. بيقول لك انا ازاي هعرف اميز فعل النبي؟ اميز ده. وبيقول لك هو ما قاليش. نقول له لا، انت كذاب. النبي عليه الصلاه والسلام قال ووضح، قال اذا امرتكم بشيء من امور الدنيا فاسمعوا واطيعوا، واذا في امور الدين فاسمعوا واطيعوا، واذا قلت لكم امرا من امور الدنيا فانتم ادرى بشؤون دنياكم. يبقى انت كذاب، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ميز ميز فصل. دي نمره واحد.